هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا. انتوا هلا عم تسمعوا اذاعه بوير اف ام على الموجه 103.5. ايضا مشاهدينا عبر البث المباشر بوير عربي. يسعد مساكم، حلقه جديده وضيف جديد. برنامج صحتك بالدنيا، برنامج اسبوعي بنستضيف فيه اطباء، بنحكي عن موضوع معين لحتى تستفيدوا. ضيفي بالاستديو الدكتور مهند خالد، اختصاصي بأمراض النساء وجراحتها، لنحكي عن موضوع مهم كتير هو الإسقاطات المتكررة، لحتى نعرف يا ترى شو هي الإسقاطات، شو هي الأسباب اللي بتؤدي للإسقاطات، والعديد من الأسئلة رح نطرحها على الدكتور مهند. خلونا نرحب بالبداية مع الدكتور مهند. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعطيك العافية على عيني. مسرورين جدا بوجودك معنا بالاستديو، وإن شاء الله المستمعين يستفادوا. تسلم على الراس يا أستاذ. دكتور، إذا صح التعبير، أو خليني قبل ما نبلش ذكر مستمعينا إذا حدا عنده سؤال فينه يتصل معنا عبر الرقم الأرضي 429 101. أيضا عبر الواتساب عبر الرسالة فيكم تنضموا لنا 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر يلي برات البلد أيضا فيكم تنضموا لنا أو تسألوا أي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص مجال النسائية. موضوعنا هو الإسقاطات المتكررة. بوير عربي برسالة رح نجاوبكم أكيد. بداية دكتور، إذا صح التعبير أو اصطلاحا ولغة أو كمصطلح علمي، شو هو الإسقاط أو الإسقاطات المتكررة؟ هلا الإسقاط، أول شيء الإسقاط يعتمد على مدة الحمل. يعني هلا الحمل هو 42 أسبوع. نفرق لازم بين الإسقاط والولادة الباكرة. الإسقاط قبل الأسبوع 20، أي جنين ما اكتمل قبل الأسبوع 20 هو إسقاط. بعد الأسبوع 20 صار ولادة باكرة. تمام. هذا تعريفه. بالتمييز لازم نميز بين الإسقاطات اللي تصير لمرة واحدة والإسقاطات المتكررة. تمام. هاي كتير يفيدنا بالتشخيص وبالعلاج. ولازم نميز بين الإسقاطات المبكرة هي للأسبوع الثامن، والإسقاطات المتأخرة من الأسبوع الثامن للأسبوع تقريبا 20. تماما. هاي كتعريف بسيط لموضوع الاسقاط لحتى. طيب يا دكتور، هلا المستمعين اللي عم يسمعونا، اي بالاخص شريحه النساء، يعني يا ترى شو هي الاسباب اللي بتؤدي، هون محط السؤال، يعني شو هي الاسباب اللي بتؤدي للاسقاطات المتكرره؟ ذكرتوا انه في اسقاط ربما يكون لمره واحده، ربما يكون في اسباب مبهمه، او شو هي الاسباب؟ هلا لنحكي على الأسباب، في أسباب كتير للإسقاطات حسب كل إسقاط نوعه. بس الأكثر شيء اللي عم نشوفه هو الإسقاطات المتكررة اللي عم تعاني منه المرضى. تمام. المريضة تحبل وتسقط، تحبل وتسقط، قبل الأسبوع 20 عم ينزل الجنين. تحبل وتسقط، هاي عم تدور على أطباء تدور لها سبب، تدور لها علاج. هذا كتير مهم إنه كتير من خواتنا وبناتنا يعرفوا السبب والقصة. له 3 أسباب رئيسية. تماما. وفي أسباب كتير فرعية بسيطة، بس أول 3 أسباب رئيسية تشكل تقريبا 90% من الأسباب ل 95. هي متلازمة الأضداد الفوسفوليبيد. أيوة. هاي متلازمة أحد أعراضها إنه يصير الإسقاط، الجنين ما عم يكتمل، يصيبه تخثر وينزل. قصور الدرق السبب الثاني. السبب الثالث هو السكري النمط الأول. تماما. الحمد لله إنه 3 أسباب نقدر نشخصهم بسهولة وعلاج سهل. بس شوي متلازمة الأضداد الفوسفوليبيد تشخيصها وعلاجها مكلف يعني. تماما. يعني يصير في عائق مادي على المريض خاصة بهالظروف. تماما. هدول 3 أسباب الرئيسية شكله 90 ل 95. الأسباب الثانية في أسباب بسيطة نبدأ فيها من طريقة الحياة. أيوة. اللي يعيشوا جنب المعامل، جنب مشتقات النفط، جنب التلوث البيئي، يعني التلوث البيئي، عايشين جنب مصفاية نفط مثلا. الرصاص، الزئبق،
المواد الكيماوية المواد مثلا. ايه طبعا المعادن. الفلاش، مهم. فلاش تبع البيت مهم. ممكن يسوي اسقاط، ما هدول نستهين اسباب. فيه يعني. ايه طبعا مهم. إيه. الكلور هدول كلهم ممكن يسووا اسقاطات. مهم. بس نحن نحكي على الاسقاطات المتكررة لانه هاي الا المريضة تعاني منها. مهم. يعني تخيل مريضة عم تحبل وتسقط، حبلت مرة تانية وسقطت. ايه. واسقاط متكرر يعني اكثر من 2 3، فمشكلة عم يكون هذا. تماما. تأثر اهم شيء على نفسيتها يعني. بالضبط إيه. يعني. نعم. عامل نفسي كبير. دكتور، ذكرتوا النمط المعيشي هلا. ايضا خلونا نحكي عن موضوع الغذاء. ايضا له دور يا ترى؟ هلا الغذاء يلعب دور بنمو الجنين. طبعا الغذاء الصحي مو الغذاء اللي كتير. تماما. اكيد. يعني نحن نقول للمرضى انه خلي الغذاء اكلكم المثالي صحي، يعني. هن يفكروا انه لازم ياكلوا كتير. اها. الاكل اللي كتير كمان مشكلة يعني. النموذج والمثال يعني. الافضل شيء للحامل يعني تاكل وجبات كتيرة مهم. وكمية قليلة. تماما. تكتر من الاكل لفيه فيتامينات وفيه بروتين. أها. هذا مهم جدا خاصة بالثلث الثاني. من الحمل يعني. إيه، يعني والثالث. قصدك دكتور انه تكون الاغذيه مثاليه، مو عفوا يعني نوعيه اكثر ما تكون كميه. إيه طبعا. يعني اكيد. يعني أنا مثلا كان في مريضة على طول تشكي معدتها. نحكي مثال. نعم، حتى المستمعات وبالقصة يستفيدوا. ضلينا 10 دقائق ربع ساعة بس أريد أفهم ليش تشكي معدتها، ومع أنه يعني ألم المعدة بالحمل يعني نادر. بسيط. لا نعم. موجود بكثرة بس بسيط يعني على دواء معدة امبرازول أو الغثيان نوفادوكس أو هي طلعت تشرب مشروب طاقة. إيه يعني للأسف. ايه يعني هذا نوعية الغذاء السيء. ايه نعم. مشكلة هذا. يعني حتى لا ينصح لا للأطفال ولا للحوامل. إيه طبعاً. معروفين إيه. كان. دكتور، يا ترى الالتهابات إذا اضطرنا لموضوع، أو ربما حضرتكم أنتم رح تضطروا لهالموضوع، ولكن سؤال خطر على بالي إنه موضوع الالتهابات المتكررة له دور بالإسقاط؟ هون المشكلة. أها. نحن بالنسبة للالتهابات والإسقاطات المتكررة فيعني النسبة كتير قليلة، أقل من نص بالمية. تماما. نص ل1% تسبب الالتهابات الإسقاطات المتكررة. أها. بس المشكلة وين؟ المشكلة إنه هالدراسات صدرت عن جديد، تماما. يعني صار لها 10 سنين وهيك. مؤخرا. ايه. والمريض ما عم يقتنع إنه الالتهاب ما له علاقة. هي معاناة الطبيب دائما مع المريض. بس الالتهاب ما له علاقة يعني غير لنذكر 1%، نص ل1% بالإسقاطات. مهم. أولي كان يعتمدوا على إنه قبل 10 سنين 15 سنة إنه طبعا دراسات تتحدث أكيد. ودراسات جارية خاصة بمجال الطب. مهم. كل يوم ينزل شيء. طبعا. حاليا الالتهابات ما لها علاقة، دورا كتير بسيط بالإسقاطات. مثل ما ذكرنا 3 أسباب للإسقاطات. مهم. أكتر شيء اللي عم نشوفه متلازمة الأضداد الفوسفوليبيد. مهم. هاي متلازمة كتير موجودة مهم. وكتير شفناها منتشرة. أكيد. علاجها سهل بس للأسف التحاليل مرات إيش يصير معنا مهم. لحتى نقرر هاي قصور درق ولا داء سكري ولا متلازمة الأضداد الفوسفوليبيد. قصور الدرق عنا تحليله، صح. السكري عنا، متلازمة الأضداد الفوسفوليبيد مو كل الأضداد عنا. تماما. عنا 3 4 أضداد. في مهم. أضداد كتير مو موجودة، مرات يجوا هدول طبيعية. أها. يعني كمان التشخيص ما راح يكون دقيق، يعني ما راح يوجهكم لشيء. فنحط المريضة طبعا علاجها المميع، نحطها على مميع ونتابعها ونشوف الاستجابة عندها. دكتور، السؤال أيضا آخر ربما يكون نوع من الفكاهة. المريضات مؤخرا أو النساء يعني خلينا نقول مؤخرا بيسمعوا أنه والله الدكتور أعطتها راحة استراحة بالبيت أو بالفرشة لأنه ما يصير تتحركي. نسواننا اللي قبل بيقولوا انه دائما والله الاعمال الشاقه كانوا رغم هيك وما صارت اسقاطات. يعني هل المفارقه هاي يا ترى ما مدى صحتها اذا تحكوا لنا عنها؟ خيو نحن موضوع الارهاق مرتبط بالنسبه بالاسقاط؟ انه مريضه تجي تتشطح بالبيت وما تتحرك، في امراض معينه تنعاد على اليد انه تهديد الاسقاط، مو الاسقاط، تهديد الاسقاط. نتيجه سبب معين مريضه لازم تتشطح. المشيمة المرتكزة أو النازلة تحت مشان لا تنزف لازم تتشطح. تمام. بس ما في شيء عنا
بالنسائية إنه مريضة. بالعكس نحن نشوف صور وفيديوهات بأوروبا مريضة حامل وعم تسوي رياضة وعم تطلع. جمباز إيه طبعا. باليه إيه, اكيد. إيه. اها. تمام دكتور، هلا بهالموضوع، موضوع الاسقاط كتشخيص، انتم كاطباء نسائيه لحتى تحددوا نوعيه المرض او معرفه السبب، شو الاجراءات اللي عم تتخذوها؟ آه، أستاذنا الغالي عم نعاني كتير بالتشخيص، اها. لأنه التشخيص مكلف جدا صاير. نعم. يعني لحتى نشخص تحاليل مكلفة صايرة، خاصة تحاليل الأضداد الفوسفوليبيد والدرق تمام. مكلفين. السكري ما له مكلف، مهم. تحليله بسيط. مهم. وما عم تتوفر معنا التحاليل كلها. تماما. يعني مو كل الأضداد موجودة عندنا بالقامشلي. مهم. سريريا يعني المريض، مريضتكم نتيجة يعني مثلا استنادا لموضوع الايكو او الفحص السريري، بيتشخص المريض، يتشخص مع التحاليل الموجودة المتوفرة، يتشخص إن شاء تماما. الله. وصلنا لموضوع العلاج دكتور، كيف بتعالجوا المريض اللي عنده اسقاطات متكررة او اكثر من مرة؟ طبعا هلا نحن نبدأ من تغيير نوعية الحياة. ايوه، نمط الحياة. ايه، هاي مهم جدا، تغيير نمط مهم. الحياة. مهم. الابتعاد عن التوتر، القلق، المواد الكيميائية، الفلاش، الكلور. إذا عايش بجو جنب معمل اسمنت، جنب معمل يطلق ملوث، مواد. جو ايوه. ملوث يعني ايه، يكون. تبدل حياة إذا تقدر طبعا. مهم. تعرف ظروفنا. مهم. والعلاج الدوائي، هذا العلاج تغيير نمط الحياة، العلاج الدوائي حسب السبب. مهم. من قلنا أكثر 3 أسباب هن مهم. أضداد الفوسفوليبيد، مميعات. المميعات لازم نعطي الكليكسان، مهم. أو الكليكسان غالي بس هو المفعول ل 24 ساعة. اكيد. الهيبارين أرخص يعني، مهم. بس مفعوله 2 ل4 ساعات، مو مثل تماما. الكليكسان. مهم. عم يعانوا المرضى بالعلاج. مهم. إيه، والنتائج كيف تكون دكتور؟ نتائج ممتازة. 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 الدرق طبعا التيروكسين، قصور الدرق، مهم. وبالتشارك مع طبيب الغدية كمان مهم. نتعاون، هو والسكري كمان نتعاون مع بعض لحتى نوصل المريضة لبر الأمان. تماما. دكتور، بختام حلقتنا شوية نصائح للمرأة الحامل اللي ما بتعاني من الإسقاطات، وإذا بالتحديد لو تنصحوا للمرأة اللي عندها إسقاط مكرر. هلا نحكي على الإسقاط المبكر، مم. هذا ما حكينا عنه. مهم. أي مريضة صار عندها إسقاط قبل الأسبوع 8 ل 12، مهم. أريدها ما تزعل. أيوة. إيه، لأنه هذا إسقاط على الأغلب صبغي، يعني هذا جنين متشوه. أها. لو الرحم يرفضه، رحم يرفض يكمل هالجنين، لأنه لو هاي خاصية من عند الله. سبحان الله. إيه، مهم. لأنه لو كمل كنا شفنا كتير تشوهات بالمجتمع، كانت مصيبة يعني. صح. فالرحم يختار النوع، يختار الشيء الطبيعي 100%. أي جنين مشوه صبغيا فورا يرفض. تخلص منه. إيه، هذا ما حد يزعل عليه قبل هذا الإسقاط المبكر. أما نحن اللي عم نحكي عليه مشان المشاهدين والمستمعين يفهمونا، الإسقاط المتكرر اللي يصير بعد الأسبوع 12، هذا الإسقاط له أسباب مرضية، وهذا يتعالج ولازم يتعالج. يعني إذا ما تعالج مشكلة. تماما. بنهاية اللقاء بشكر كتير الدكتور مهند خالد، اختصاصي بأمراض النساء وجراحتها، على هالمعلومات القيمة. بشكر زملائي مروة وآغان بالبث المباشر وأيضا على الكنترول. كنت معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون. للأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة، تضلوا بخير وسلامة.